توقعات الحلقة التاسعة من مسلسل حمدية بعد النهاية الخطيرة للحلقة الثامنة ودقة الباب المفاجئ وسعدي داخل بيت حمدية. واضح انه الحلقة التاسعة الجاية راح تكون من اقوى الحلقات. اهم التوقعات بنظري: اولا انكشاف سعدي وحمدية. الشخص اللي يدق الباب ممكن يكون فريدة رجعت فجأة او الخال او كريم، وهذا الشيء ممكن يسبب مشكلة جدا كبيرة لحمدية لان وجود سعدي بالبيت لحالها كارثة. اثنين بداية شك فريدة لان هي بدأت تلاحظ تغير حمدية، الكشخة المفاجئة وانتظارها الدائم وارتباكها عند ذكر سعدي. الحلقة التاسعة ممكن تبدأ بيها فريدة فعلا بعلاقة حمدية. ثالثا سعدي يتهرب أكثر، واضح من تصرفاته انه يعطي وعود بدون زواج رسمي ويستغل براءة حمدية، ومتوقع نشوف اول علامة خذلان حقيقية من سعدي. رابعا موضوع حمل فريدة يتأكد لان كل العلامات تشير انه فريدة غالبا حامل، وهذا الحدث راح يغير اجواء البيت بالكامل ويصير محور جديد بالقصة. صدمة عاطفية لحمدية ممكن بالحلقة التاسعة تنتهي بمواجهة قوية أو موقف حقيقي يخلي حمدية تبدأ تفهم حقيقة سعدي لأول مرة. توقع الشخصي: الحلقة التاسعة راح تكون بداية انقلاب القصة وراح تنتقل الأحداث من حبري إلى مشاكل وفضائح داخل. اكتبوا لنا تعليقكم وآرائكم وتوقعاتكم بالتعليقات، ولا تنسوا اللايك والاشتراك لأنه هو الوحيد اللي يخلينا نستمر بنشر كل شيء جديد عن مسلسل حمدية.